دايما بنقول ان لازم يبقى ضميرك صاحي في الشغلانات اللي بتشتغلها، خصوصا اللي ليها دعوة بالاحتكاك بالناس، او ليها دعوة بأرواح الناس، او ليها دعوة بصحة الناس. ولكن قد ايه لازم يكون ضميرك صاحي لما تكون بتشتغل مع الأموات؟ انتشر فيديو في الآونة الأخيرة لممرضة جزائرية، من كتر ما الأرباح جننت الناس على السوشيال ميديا، وأصبح مصدر رزق للناس اللي ما بيلاقوش أي حاجة يشتغلوها، أو يقولك فلوس سهلة. ومين يكره إن هو يفتح لايف والفلوس تفضل تنزل عليه غير ما يعمل أي حاجة؟ فكرت الممرضة الجزائرية دي إنها تفتح لايف على التيك توك، ويبتدي الناس تدخل على اللايف ترمي فلوس. طب تفتكروا الممرضة عملت ايه عشان الناس ترمي فلوس؟ فكرت انها كل ما يبقى في جثة في المستشفى تطلعها على الهوا وهي بتحضرها، انها تروح بقى تتغسل تتكفن، لان هي بعد ما بيتوفى الله المريض الممرضات لازم يحضروه عشان يتنقل من الأوضة اللي هو فيها. هذا التحضير كان على الهوا. الناس اللي بتخش تغسل أموات وتطلع تقولك ما شاء الله كان وشه بشوش، أعوذ بالله كان مكشر والسواد على وشه، تطلع تقولك كنتوا مزعلينه في ايه؟ ده الدمعة كانت بتفر من عينه، ده كان واكل ايه؟ دي بطنه نزلت مش عارفة ايه، ده انتوا كنتوش مهتمين بيه خالص، ده ضوافره ما كانتش نظيفة انتي ازاي بتتكلمي كده؟ هو انتوا مش عارفين ان حرمة الميت دي من اخطر الحاجات في الدنيا؟ هو انت مش عارف ان انت لما تخش غسل ما ينفعش خالص تتكلم عن اي حاجة؟ ما ينفعش خالص تجيب سيرة اي حاجة؟ انتوا عارفين لو انا اتكلمت عن الغسل نفسي اقول حاجة مهمة قوي. وانت بتغسل اي حد اللي جه في بالي غير اللي جه في بال اي حد تاني. يعني انا الحمد لله الحمد لله ما غسلتش حد من اهلي، ولكن كنت بغسل اغراب. الاغراب دول اكتر حاجة بتيجي في بالك انهم ليس لهم حول ولا قوة. يعني المغسل يجيبها كده يجيبها كده، ينيمها على ظهرها، يحط ايدها كده يحط رجليها كده، المية ساقعة المية سخنة، المكان نظيف اللي بيتغسل فيه مش نظيف، اتخبط وهو بيتغسل متخبطش، وهم بيضفروا الشعر في الآخر بقت تشد جامد أو ما تشدش. انت بتتجاب كده وبتتجاب كده، ترش عليك مية نظيفة مش نظيفة، شعرك بيتشد ما بيتشدش، صحيح بتبقى مستور لكن ممكن ميلادي كده ولا حاجة، ليس لك حول ولا قوة. لو كل واحد فينا عارف ومتأكد وعلى يقين وفاهم ان اللحظة دي جاية عاجلا ام آجلا، وان الوحيد اللي هيبقى رحمة ليك
في الوقت ده هو الله سبحانه وتعالى. عمرك ما هتأذي حد، وعمرك ما هتجرؤ ان انت تدمر حد او تقف في اكل عيش حد. انا نفسي يبقى عندي القدرة بتاعت زمان اني احكي لكم بالاسامي انا شخصيا بيحصل فيا ايه. بس عارفين الواحد لما بيكبر بيبقى عايز يعيش في سلام، وبيبقى عايز يكبر دماغه من اللي حواليه، لان اللي بيضايقوك دول حشرات، وعشان عارفين انك كبير وعشان عارفين انك مهم بيستغلوك لغاية دلوقتي، وعارفين ان انت قوي، وعارفين ان هم خسروا كتير من غيرك، وعارفين انت بتحاول تترفع. بس ساعات كتير برضو تقول هي ازاي الناس دي ناسية ان في وقت هيجي انت هيبقى ليس ليك حول ولا قوة، وهتنزل قبر ويتقفل عليك القبر في التراب. طب انت النهاردة بتهش الدبانة، جت الدبانة فهشتها في القبر بقى، هتهش ايه؟ هيمشي على وشك ايه؟ على جسمك ايه؟ هتهش ايه؟ والجسم لما بيتحلل ده بيتحلل ازاي؟ ايه اللي بياكل في جسمك؟ يلي فرحان قوي بنفسك فتحت التيك توك وعرضت الجثة حتى انها تتصور عشان تكسب فلوس، ونسيت انها ممكن في يوم من الايام وقريب جدا تبقى مكان الراجل ده او مكان الست دي. بس مش هتتصور بس، دي هتتحاسب، وهتتحاسب وهي تحت لوحدها. الفيديو ده تذكرة لأي حد بيأذي حد بكلمة، بحرف، بفترة، بيحارب حد في رزقه، في لقمة عيشه، بيحارب حد ويذم في شرفه أو في عرضه. خلي بالك، عشان ممكن يبقى وقتك بكرة بعده، ومش هتسلم من العذاب اللي هتشوفه، لأن ده وقت مفهوش انت مين، ولا عندك فلوس قد ايه، ولا تعرف مين، ولا على علاقة بمين، ولا قوتك ايه. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله.